السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا وقربوا مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم محبوب الجماهير، محبوب الشعب الجزائري، اللي هو البورك. واللي ما يخطيش في المايدة تاع رمضان امبوسيبل تدخلي الدار في شهر رمضان هنا في الجزائر وما تلقيهمش دايرين البورك. صاي البورك على شتى انواعه، كل منطقه يديروا بورك على حسابهم. انا هنا درت بورك بزوج تاع لي فارس، درت بورك بلا فارس تاع كفته حمراء نورمال، وبورك بال لا فارس تاع الكفته تاع الدجاج. صاي كيما قلت لكم هذا العام حبيت نجرب العفسه هذه تاع نديروا البورك في الكونجيلاتور، نوجدوه ما قبل نديروه في الكونجيلاتور. باسكو سمعت بزاف ناس يهضروا عليها وسقسيت قال لك بلي البورك يقعد هو وفعلا غادي تشوفوا في لا فيديو بلي البورك ما تبدلش كاع. انا هنا درت كميه كونجليتها ومن بعد يومين ولا 3 ايام من بعد اللي درتها في الكونجيلاتور جبت حبيبات سيتهم وفوالا المزيه خرج لي مليح. حتى كره ضيعني في وخده تاع صوالح. المهم شوفوا هنا درت عندكم 3 حبات تاع بصل ولا 4 حبات متوسطين تاع بصل. انا هنا درت كيما كنتم تشوفوا بصله واحده، بصله كبيره وزوج الاخرين شويه متوسطين، 4 حبات تاع بطاطا متوسطين، فصه تاع ثوم، المعدنوس كميه معتبره ثاني حسب الذوق. عندك الكفته درت كفته حمراء درت حوالي 400 غرام، والكفته تاع الدجاج شريت صدر تاع دجاج نورمال ورحيته هنا في الدار جاني ثاني حوالي 400 غرام تاع كفته تاع الدجاج. صاي الفرماج تاني تسحق، نسيت باش وحده تاع فرماج تاع الميزان تاع 280 غرام، يعني هاد الكميه كفاتني لي دو فارس. صاي شوفوا في كل فارس خرجت لي 33 حبه تاع بورك، يعني بورك بالحشو تاع الكفته الحمراء خرج لي 33، وتاع الكفته الاخرى تاع الدجاج ثاني خرج لي 33. المهم الفايده والحاصل شوفي هنا لافارس نخدموها كيما نخدمو كاع لي فارس بريسك تاع البورك، يعني طريقه معروفه. غادي تدبلي البصل في شويه تاع الزيت تخليه يدبل لغايه، ومن بعد تزيدي معاه الكفته وتزيدي له لي زيبيس. انا درت بومبينه غادي ديري الملح، فلفل كحل، شويه سكنجبير مرحي، شويه كركم وشويه تاع فلفله حمراء، هذا مكان تخليهم يدبالوا غايه. كي طيب هذيك الكفته ماذا بيك تزيدي تنش فيها زياده على خاطر الكفته تطلق لي دام فيها بزاف الماده الدسمه. تما باش نحافظوا على الورقات تاعنا تاع الديون ما يتقطعوش، وباش تاني البورك تاعنا ما يجيش مزيت نديروا له نزيدوا له شويه طياب تاع لافارس. هنا اون باراليل كنت دايره البطاطا تفيض، يعني غليتها في الماء شرشمتها كيما يقولوا. من بعد اللي دخلها طياب غايه جبتها صفيتها من هذاك الماء، حطيتها بردت شويه غير قد ما تدفى، يعني غير قد ما نقشرها نقلع لها القشره. فوالا نقيتها كيما راكم تشوفوا حطيتها دون ان ريسيبيون. غادي من بعد نمرسها ونزيد معاها الفرماج قلت لكم درت فرماج تاع الميزان فيه 280 غرام. هنا من بعد البصل والثوم من بعد اللي دبال لي غايه رحت زدت معاه هذيك الكفته تاع الدجاج اللي كنت درتها في الدار، نخليهم تاني كيطيبوا في رحبه ونزيد لهم نفس لي زيبيس، الفلفل الكحل، شويه سكنجبير مرحي، شويه كركم وشويه فلفله حمراء. هنا لي زيبيس لكم حريه الاختيار. والمعدنوس ضروري نديروه في الاخير. المعدنوس صاي كي نبغي نطفي نحطها نخلطها مع الحشو تاعي ونطفي، ما نخليهش كاع يطيب، ما تخلوش فوق النار باش ما يكحلكمش وباش يحافظ على هذيك النكهه تاعه. ما تنساوش الملح بيان سور، وما تنسيش ديري جيم وتبارطاجي، ندعمونا شويه ما فيها والو ياك باطل. هنا جيت مرست البطاطا تاعي. شوفوا البطاطا كي نفيضوها يعني نشرشموها بالقشره تاعها تبقى ناشفه ما تشرب لناش الماء. هنا نروح نزيد معاها الفرماج، كي تزيدي معاها كميه مليحه تاع فرماج غادي يجي الكوت تاعها غير كيما تاع الفرماج، يعني غادي تزاود لك الكميه تاع الفرماج. نورمالمون فهمتوني. هذه الحاجه الزوجه. البطاطا كي تكون مفوره ولا تكون مشرشمه يعني ما يكونش فيها بزاف الماء ما غاديش تشرب لكم الزيت. صاي غادي البورك تاعكم يجي ناشف بفضل هذيك الكميه تاع البطاطا اللي تزيديها مع لافارس. صاي من بعد اللي تمرسي البطاطا تاعك وتخلطي معاها الفرماج تقسميها على زوج، النص تخلطيه مع لافارس تاع الدجاج والنص تخلطيه مع الكفته لافارس تاع الكفته الحمراء. فوالا اللي بغات البورك تاعها يجي مرمل ما تخطيهاش من الديول تاع جداتي. الديول تاع جداتي كي تقليهم بالطريقه اللي غادي نوريها لكم يجوا مرملين اون ديري رمتيهم في السميد ولا في الفرينه. انا توجور نستعمل حبه تاع الديول نقسمها على زوج. صاي ندير غير النص كيما كانت دير ماما ربي يحفظها ويخليها ان شاء الله بهذه الطريقه. هنا درت دي سيجاريت غير صغار ورقاق، انا نبغيهم كيما هكا وبلعتهم بالماء والفرينه. تقدروا ثاني تبلعوهم بالفرماج عادك احسن. درت ثاني حبات على شكل صامصه، يعني هذاك الشكل تاع المثلث. درتها نورمال يعني لفه العاديه الكلاسيكيه. هنا كي ديروها بهذه الطريقه ديروها على شكل مثلثات ما غاديش تسحقوا تلموها بالفرماج ولا
ولا ولا بالخلطه هذيك تاع الفانينه والماء، غادي تو سامبلومون تقطعوا هذيك الحاشيه الزايده كاع، هذيك ما تقيسوهاش، لموها. كي قرب العيد حمروها وخلطوا معاها شوكولا، ديروا معاها واحد الكاطو سبيسيال يندير بالديول يجي بنين. المهم قلت لكم تقطعوا لها هذيك الزياده منا، ايوا وتدخلوها تلفوها بهذيك الطريقه وتلموها، تجي الحبه تاعكم تاع البوراكه تجي ملمومه، ما تسحقوش تلموها كما قلت لكم بالفرينه ولا بالفرماج. هادوك لي ساشي تاع اللي يجي فيهم الديول تاني ما تقيسوهمش. كي تجو تستفوهم في لي بواط تاعكم باش ديروهم في الكونجيلاتور، ديري تستيفه نورمال تاع البوراك، يعني ديري طبقه تاع البوراك وتروحي ديري فوقها ساشي، تعاودي تزيدي ثاني طبقه واحده اخرى تاع بوراك وديري فوقها ساشي، يعني ما بين طبقه وطبقه تسيباري بساشي هذاك. انا هنا باش نسيباري البوراكات تاع الكفته الحمراء على البوراك عادي تاع الكفته البيضاء، شدرت سيباري ساشيه كيما هكا ملونه باش نعرف باش نفرق كي نجبد من الكونجيلاتور نعرف راه البوراك تاع الكفته حمراء والله البوراك تاع الدجاج. فوالا. هاهي دروك هنا نجو للطريقه تاع القالي. انا غادي نوريكم الطريقه تاعي هذه. ندير الزيت يحمى، صاي الزيت تاعي نخليه يحمى غاي، ماشي تخلوه حتى يحمى حتى ينحرق كاع، يحمى صاي. كي نبغي نسيه ما نروحش ندير حبه ديريكت، نقطع غير هكا طرف تاع الديون ونسيه. كي نشوف هذيك طرف تاع الديون تمتم حمار لي، صاي نعرف بلي الزيت تاعي راه واجد. شوفوا الكميه تاع الزيت ندير كميه معتبره، سي لو فو ديروا في مقله اللي ما يكونش القطر تاعها كبير بزاف باش ديروا فيها غير شويه تاع زيت. الحبه تاع البوراك تاعكم كي تحطوها تعوم. هذه الطريقه كي تعوموا الحبه تاعكم تاع البوراك والزيت يكون ديجا حامي، ما غاديش تشرب لكم بزاف الزيت. كيما راكم تشوفوا انا راني ندخلها ميم با دقيقه، ميم با بالك واحد شحال 10 سكوند 15 سكوند ميم با، ونقلعها على خاطر علاه راهي عايمه في الزيت الحامي، تمتم تحمر عندكم، تمتم ترفد هذيك لا دوغ، ترفد هذيك لا كولور الشابه، لا كولور ذهبيه كيما راكم تشوفوا ذهبيه يبان اسم تاع كاش وحده جبانيه ولا. المهم كيما راكم تشوفوا، شوفوا هنايا سيته معاكم تاني هذوك الحبات اللي درتهم على شكل مثلث صامصه ولا من شافه كي يقولوا لها، عندك تدخليها تقلبيها خطره صاي البوراكه تاعك راهي واجده يا درا. هاد العفسه كاع تاعش كي ديروها في زيت يكون عايم ويكون حامي، خير من كي ديروها في مقله بلاط وديروا شويه تاع زيت تبقاو تقلبوا فيها كل خطره كل خطره. هذيك الطريقه هي اللي تخلي البوراك تاعكم يشرب الزيت. شوفوا هنا الطريقه المعروفه انه البوراك من بعد اللي نقلعه من المقله اللي نقلى فيها نديره في كسكس ونوقفه صاي ونخليه كيما هكا واقف حتى الدقيقه اللي تجي غادي تحطي فيها البوراك تحطيه ديريكت في الطبسي، ما ديريش تحت بابي اسويتو باش يقعد لك مقرمش لاطول مده ممكنه. حاجه اسيس واحد اخر للناس اللي يبغوا البوراك تاعهم يجيهم ناشف اكثر من كيما هكا، ديروا له تو سامبلومون توقفوه من بعد توقفوه في الكسكاس، تروحوا ديروه في ريسيبيون هكا تاع الومنيوم ولا تاع حديد وديروه في الفور ابتي فو، ومن بعد تطفوا عليه وتخلوه يزيد يكثر من هذاك الزيت. صاي هذا للناس اللي عندهم مشكل صحي ولا تقدروا تو سامبلومون ديروه في الفور. انا صراحه ما يعجبنيش بزاف البوراك تاع الفور، نبغيه مقلي ونبغي نديره بهذه الطريقه. ها راكم تشوفوا، شوفوا البوراك تاعي جاني مرمل، ما جانيش مزيت بزاف والنكهه ولا اروع. هنا تكون الفيديو تاعنا كملت، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وديروا لايك. مع السلامه.